السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الحواوشي المصري ده؟ تحفة وريحته جميلة جدا. اللي هيدوقه منك هيشكرك عليه، وهتعمليه في 5 دقايق، مش هياخد منك وقت خالص. شايفين الكمية دي كلها؟ من ربع كيلو لحمة. ايوه، من ربع كيلو لحمة. تعالى اقولك انا عملته ازاي. جبت ربع كيلو لحمة، فرمت عليها قطعة من الدهنة، وجبت معايا بصلتين بمقدار ربع كيلو من البصل، عليه 3 قرون من الفلفل. عايزاه حامي او بارد ده يرجعلك انتي. البهارات بتاعتي بقى معايا دي بهارات من البهارات الحواوشي، معلقة كبيرة، نص معلقة من البابريكا، فلفل اسمر، توم وبصل بودرة وكزبرة وملح. هي دي البهارات بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اجيب اللحمة وانزل بالبهارات، وهضيف عليها الفلفل والبصل اللي انا فرماهم في الكب. ما تبشرهمش، خليكي فرماه. هبدأ بقى ان انا اعجن كويس جدا اللحم مع البصل. انا عايزاهم يتجانسوا كلهم مع بعض، وتبقى البهارات والبصل داخلين كويس قوي مع اللحم. هبدأ بقى ان انا اعجنهم. ولو مش مثلا لو مش قادرة ان انتي تعجنيها، حطيها في الكبة، اديها فرمة واحدة بس، هتبقى معاكي مظبوطة. دي بقى معلقة هريسة. الهريسة دي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو، بنزل لكم اللينك بتاعها في اول كومنت. بصوا بقى، وعجنتها برضو تاني. بصوا بقت معايا بالشكل دوت، هو ده المطلوب. هبدأ بقى ان انا اجيب العيش بتاعي بالشكل دوت. جبت العيش بتاعي، العيش اللي هو المصري بتاعنا، جبته. بدأت ان انا افتحه بالشكل دوت، يعني ما مش عايزاه، مش هقطعه كله، لا انا هفتح بس جزء. هعمل له فتحة ان انا ادخل منها اللحمة. عملت واحد، وهبدأ ان انا اعمل الرغيف التاني. لو وصلت لحد هنا قوليلي رأيك في التعليقات، وما تنسيش تعملي لي لايك، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، هتنوروني جدا. هبدأ بقى ان انا فتحت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. ده كان اخر واحد فتحته. هبدأ بقى اخد قطعة من اللحمة، اعملها كورة بالشكل دوت، وهبدأ ان انا احطها في قلب الرغيف وافردها. انا بفرد قطعة اللحمة. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس قوي. انا عايزة اقول لكم ان الكمية دي كلها من ربع كيلو لحمة. يعني من ربع كيلو لحمة هتقدري ان انتي تعملي 7 ترغيفة حواوشي. شفتي بقى؟ 7 ترغيفة من ربع كيلو لحمة. بصي اللحمة عاملة ازاي، ومش باين فيها البصل. لما بتستوي ما بيبانش فيها البصل ولا الفلفل. هعمل كمان رغيف بقى بالشكل دوت. هاخد قطعة كده حلوة من اللحمة، وهبدأ ان انا برضو احطها في الرغيف التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال وريحته، والله تحفة جدا. انا كده كنت خلصت الكمية بتاعتي. بص عملوا لي كام رغيف؟ 2 4 5 6، يعني 6 ونص. 6 رغيفة ونص رغيف. كان بقى قطعة لحمة حطيتها في نص رغيف. هبدأ بقى اجيب الصينية، وهجيب دهنة من الزيت. يعني كل رغيف هحطه في قلب الصينية كده، ودهنة بسيطة خالص. ما تكتريش الزيت في قلب الحواوشي، عشان الدهون اللي انت حطاها لما الحواوشي بيستوي واللحمة بتبدأ تستوي الدهون دي بتسيح. فما كتريش من الزيت، دهنة بس بسيطة بس كده، اللي هي تحمص لك العيش، مش اكتر. انا دهنت كده دهنة بسيطة للرغيف، وحطيتها في الصينية. حطيت الرغيف بتاعي في الصينية وش وظهر بالشكل ده. دهنت الرغيف التاني برضو بنفس الشكل اللي انا وريتهولكوا على الاولاني، بالفرشة كده. تدهنيها حاجة بسيطة خالص. طبعا هتكوني مسخنة الفرن قبلها، ما تدخليش الحواوشي على سخن بارد،
عشان العيش ما ينهريش منك، الدهون اللي تنزل ما تهريش العيش. هتدخليه على فرن سخن جدا على درجة حرارة 200. انا بقى هدخله الفرن وطلعته بقى بعد ما سويته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمه وريحته حكاية بجد، جربوه هيعجبكم جدا. ما تنسونيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.